السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده وحشتوني توحشوني احلى ناس في الدنيا. الناس اللي بتقول لي انت فين يا هناء، انا هنا اهوت، انا هنا يا سلامة زي ما انتم متعودين. انا اسفة كتير، بعتذر لكل الناس اللي حبت احلى اسطورة مصرية عربية. انا اتأخرت ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا، بس بعتذر كتير. هي طبعا جت متأخرة، فبعتذر لكل الناس اللي حبت احلى اسطورة مصرية عربية. ايه هناء، ايه هناء، ايه يا سلامة، ايه يا هناء، كنت عايزه تقولي ايه؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجه ما تدقوش، ده دم الغزال. تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ومن صلى على النبي فينزل يصلي عليه. بجد اقسم بالله العظيم انتوا وحشتوني. اولا انا خارجه طالعه اعمل فيديو، فاكرين البيت اللي انا كنت بصوره، اللي انا صورته قبل كده، والناس نزلت كتبت وقالت لي هناء احنا عايزين البيت دوت. طيب الناس اللي هي بتنزل تكتب لي بتقول لي هناء انا عايزه البيت ده. طيب كل واحد عامل نفسه يعني مش عارفه اقولها ازاي، المهم يعني كل واحد عامل نفسه وعايز يتواصل مع الاسطوره هناء. لا، اللي عايز يتواصل مع الاسطوره هناء ينزل يكتب في التعليقات بسرعه. انا هقول لكم على سعر ايه، على سعر البيت، وانا عامله الفيديو. انا هعمل فيديو ليلا بس مش مهم. كان في توضيبات كده بتتعمل. طب انتي طالعه تقولي لنا ايه يا ست هناء؟ احنا طالعين نقول احنا بطلنا الروتين، اوكي، وبطلنا ننزل فيديوهات على منصه اليوتيوب. احنا بطلنا ننزل فيديوهات على منصه اليوتيوب، وبنقول زي كده بالبلدي بطلنا اللي عطلنا. طيب طالعه تقول ايه تاني هناء؟ يا جماعه انا اقسم بالله العظيم ما عنديش اي فيديوهات روتين، وما عنديش اي قناه على اليوتيوب غير هناء الاسطوره، هناء ملكة الساحة. الحاجات اللي انتوا عارفين ان انا منزلاها من غير ما بطلع بنفسي. اي قناة على منصة اليوتيوب باسم هناء الاسطورة دي قناة مزيفة. هناء او اي هناء، اي في قناة هو واحد عاملها بينزل عليها مقاطع روتين اللي هو طبعا ايه مخزنها، اوكي. طبعا دي حاجه انا مش حباها. الناس بتقول لي هناء انت رجعتي للروتين. لا يا جماعه انا ما رجعتش للروتين. والناس اللي بتقول لي انت مختفيه ليه، لا عادي يعني. انا بطلت اظهر، بطلت ان انا اعمل فيديوهات روتين. انا عامه بشتغل وبحمد ربنا على اللي ربنا قسمه لي، بس عايزه اوصل رساله للناس اللي هي مش مقتنعه ان انا بطلت اعمل روتين. القناه اللي بتنزل مقاطع دي قناه مزيفه، ودي مش قناتي ودي مش فيديوهاتي. فعشان كده النهارده جاي اعمل الفيديو ده واتكلم معاكم واقول لكم بمناسبه السنه الجديده، مع ان الفيديو ده متاخر كتير يعني اخر شهر واحد اهوت. المفروض كنت طلعت من قبل كده اقول لجمهوري وكل الناس اللي حبتني من قلبها كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير وسعاده لكل امه محمد. بجد وحشتوني وتوحشوني. طيب ايه الجديد عندك يا هناء؟ الجديد ان انا هقول لكم الجديد. اي حد عايز شقه مفروشه، اي حد عايز بيت، اي حد عايز حاجه، فانا بشتغل يعني ان اللي عايز شقه يشتري شقه، اللي عايز يأجر شقه. مع ان انا المفروض انزل اصور الحاجات دي وانزلها على اليوتيوب زي ما تقولوا كده. انا نفسيتي بتتعب يعني، زهقت كده زهقت من قنوات النقد، زهقت من الناس اللي بتتكلم عليا، فبطلت اظهر واطلع اصلا، وتركت كل عالم السوشيال ميديا. لو انتوا لاحظتوا انا تركت عالم السوشيال ميديا، بطلت انزل حاجه على منصه اليوتيوب، بطلت التيك توك، بطلت اطلع لايف. بيقول لك من احترم نفسه فالناس احترمته. فانا يعني عبد على الله فقيره. وعارفين هناء طول عمرها انسانه بسيطه وانسانه متواضعه، وبيقول لك من تواضع لله فربنا نزل رفعه ورفع شأنه. يا ريت انتوا كمان تنزلوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لان من صلى على سيدنا النبي فينزل يصلي عليه احسن مني ومن كل البشر. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انا لسه بحبكم وبحترمكم. لو انتوا فعلا بتحبوني زي ما انتوا بتقولوا، ما باجي حتى اعمل مقطع من غير ما اظهر ولا اطلع فيه، انا اصلا ما بلاقيش اصلا مشاهده، ما بلاقيش احط لايك ولا، مش مهم. انا يا جماعه بنزل فيديو من غير ما اظهر على منصه اليوتيوب. ليه يا ست هناء؟ عشان القناه ما تتقفلش، بس لازم انزل اي فيديوهات عشان القناه تفضل زي ما هي. طيب ايه تاني يا هناء؟ تاني نازله اصور فيديو عن البيت اللي انا حكيت لكم عنه، وهعرضه برضو على منصة اليوتيوب. واللي عايز فعلا يا جماعة، اللي عايز البيت ينزل يكتب لي، بس كلام جد بقى وكلام رجولة من الست المصرية بنت البلد. اول حاجة ما بحبش الغنى، ما بحبش الكذب، ما بحبش الناس اللي بتنزل تمثل. هناء البيت ده سعره كام؟ هناء عايزين نتواصل معاكي، هناء مش عارفه ايه. يا جماعة
انا ما بحبش الهري كتير، انا بحب الاحترام، بحب الناس الدغري، 1+1 يعني يساوي 2، سكتي دغري. والناس اللي عارفه عني ان انا انسانه بحب احترم الناس قبل ما بحترم نفسي، بحترم الناس اللي حبتني، لان انا انسانه محترمه، انسانه بنت بلد مصريه. فبجد بجد اللي عايز شقه يأجر شقه مفروش يقول لي، اللي عايز يعني يشتري بيت، البيت اللي انا هعرضه لكم على هناء الاسطوره، مش عارفه المهم ان انا هعرضه فين، بس البيت اللي انا هعرضه هعرضه، اللي عايز يتواصل معايا فينزل ايه. فيا جماعه بجد الفيديو اللي هينزل اللي انا نازله دلوقتي حالا عامه، يعني احنا دلوقتي الساعه كام هنا؟ الساعه 7 مساء بتوقيت مصر. فهنزل برضو عادي اصوره مع ان مفيش كهرباء فيه، يعني هو بيت عمدان سلميلات، هو عايز ايه يتشطب وكده، طبعا اللي هياخده هيصرف عليه. المفروض برضو انزل اصور ايه شويه فيديوهات عن الشقق اللي عايزه ايجار. في شقق في الليبيني، هرم، في اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فيصل، عريش، اللهم صل على النبي، في المهندسين، في شارع السودان، في كل حته. فاللي عايز حاجه ينزل يكتب لهناك. فحبيت ان النهارده بجد بجد اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا من كل قلبي. يا جماعه انا ما عنديش اي قناه تانية، ما عنديش اي فيديوهات روتين، ده واحد حرامي فبينزل مقاطع من فيديوهاتي اللي هو واخدها اصلا ومحملها عنده. بجد انا بكلمكم كلام جد من قلبي. كنت بعمل كام مقطع كده عن الرجيم والتخسيس والحاجات دي، بس انا زي ما انا هو انا عادي بنزل الحاجات اللي انا عارفاها، بحب استفاد منها، بحب احافظ يعني على جسمي عشان ما يزيدش، مع ان انا زدت زي ما انتم شايفين كده، تخنت صح، بس دي عادي، دي عبايه زي ما انتم شايفينها، هي عبايه اصلا ملحفه واسعه، عبايه خليجي. نسيت اقول لكم العبايه ديت انا جايباها ب 1200 جنيه، اهي زي ما انتم الستايل بتاعها زي ما انتم شايفينه كده، بس الشنطه ايه، الشنطه لماها شايفين كده. العبايه دي اصلا عبايه خليجي، انا جايباها من شارع الهرم، شارع العريش، بس جميله جدا جدا من سنتر. هي موديلها ملحفه، هي عبايه خليجي سعودي، فده الستايل بتاعها زي ما انتم شايفينه. فاصلا العبايه لما تكون يعني واسعه كده فهي بتتخن لجسمك، لكن لما تكون العبايه ضيقه بتبقى ايه، مظبطه الجسم. فيلا بقى اللي بيحب احلى اسطوره ينزل يحط لايك وسبسكرايب وكومنت حلو كده لاحلى اسطوره مصريه. وزي ما انا بقول لكم من كل قلبي، كل سنه وكل جمهوري طيب، كل سنه وكل الناس الجميله اللي حبتني من قلبها وقفت جنبي وكبرتني، بجد انا بحبكم كتير، كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. وعايزه اقول حاجه تاني للناس اللي بتكتب لي بتقول لي ارجعي للروتين يا هناء، ام سوري، انا ما بفكرش في الروتين تاني، ما بفكرش ارجع اعمل روتين، ده قرار نهائي انا واخداه بقالي سنه. انا لو تفتكروا من السنه اللي فاتت اخر مره في راس السنه اللي فات انا طلعت لكم ساعه ما كنت بعمل غرفه النوم، من ساعتها انا ما بطلعش على عالم السوشيال ميديا، وكنت بفتح لايف في رمضان، كنت بفتح لايف. طبعا لو تفتكروا اخر مره كان في راس السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لو تفتكروا، هو بقى الحرامي ده واخد المقاطع دي مخزنها. بس انا بقول لكم انا ما بعملش روتين، لو بعمل روتين انا هنزل اصلا، انا انزل على قنواتي احسن من انتوا. انا ما بشتغلش في الروتين، ما بصورش، انا كنت بفتح لايف بس في رمضان اللي فات على التيك توك. بطلنا الكلام ده، وبطلنا نفتح لايف، وبطلنا اللي يعطلنا، عشان احنا ايه، بنحب نكبر دماغنا. كل ما البني ادم بيكبر دماغه بيكون احسن، يعني ايه، يشتغل شغلانه بالحلال احسن من انه يطلع للناس يتسول والكلام ده كله، انا اصلا ماليش فيه، فهمتوا؟ ولو عايزه اعمل روتين كنت انا احسن ليا ان انا انزل على قنواتي. يا جماعه الخير، انا هناء الاسطوره، ما بعملش اي روتين، ما بنزلش اي فيديوهات، انا اصلا بظهر فيها القناه اللي فاتحه على منصه اليوتيوب باسم هناء الاسطوره او الاسطوره زفته. ده واحد حرامي مزيف قناه وعامل قناه، اصلا هو عمره ما هيفعلها لانه واخد فيديوهات مش عايز استخدامها، هو ما يعرفش حاجه عن القانون، قانون اليوتيوب، قوانين اليوتيوب، ان ممنوع اي فيديو متعاد استخدامه ينفع ينزل على منصه اليوتيوب تاني. اوكي يا بنتي هنا. فده حرامي حرامي حرامي، سلم لي على نفسك يا احلى حرامي، لان انت تعبان من النت
يعني بتستهلك نت، خايفه عليك. افضل استهلك 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 نت واسرق يلا. عملت مشاهدات من ورا هناء الاسطوره، عملت متابعين. شوف قنطك بقت كام يا ولد، مستفاد ايه؟ لو استفدت حاجه ابعت لي وقول لي يا بنتي يا هناء يا اسطوره. انا بقيت نمبر 1 من ورا هناء الاسطوره، هي هناء رقم 1. ها خلي بالك من نفسك يا حرامي. وبعدين انا زعلانه منكم، زعلانه من جمهوري ومتابعيني اللي حب احلى اسطوره. المفروض كل راجل فيكم جدع، كل راجل محترم ابن بلد خارج مصر وداخل مصر ينزل بسرعه يقدم ابلاغات في القناه اللي هي هنا الاسطوره دي. ولا عاجبكم كل شويه يجيب لكم الدقيقه تحت والدقيقه فوق؟ انتوا عينيكم بتميز، العيون الحلوه بتلاقوها بتميز، بتلاقوها عسل، والعسل تلاقيه عند احلى اسطوره. الاسطوره بتتكلم معاكم بنت بلد ست مصريه كده، ما بتعرفش تلف ولا تدور، وما بتعرفش الحوارات. ده واحد حرامي بيجيب لكم الدقيقه اللي تحت فوق واللي فوق تحت واللي تحت فوق. انتوا راجعوا الفيديوهات بتاعته هتلاقوا الحاجات دي اصلا متعد استخدامها يا حلوين. ليه بس انتوا واحد زي ده حرامي ده؟ يلا بقى عشان انا مش فاضيه، الدنيا ليل وانا خارجه بقى رايحه اصور الفيديو اللي حكيت لكم عليه، وتنتظروا احلى اسطوره مصريه. لو ما لقيتش تفاعل على الفيديو ده هزعل منكم يا حلوين. عايزين لايك وسبسكرايب وكومنت عسل كده من الناس الحلوه ولاد البلد، ونحط لايك ونكتب كل سنه وانت طيبه يا احلى اسطوره مصريه عربيه. ويا ريت كل راجل جدع بيحب احلى اسطوره ينزل يقول لها ايه؟ البنت اللي اسمها جودي فصلت اللينك لايف. طب اللي بيحب الاسطوره ينزل يقول لها كل سنه وانت طيبه احلى اسطوره مصريه عربيه. طب اللي بيحب هناء من قلبه يقول لها ايه؟ 55 عليكي يا احلى ملكه. طيب بحبكم كتير، منتظره لايك. اقسم بالله العظيم لو لقيت لايك على الفيديو ده هنزل وانا بصور اي فيديو، اي حاجه بصورها هنزل اصور واشتغل ونرجع نشتغل زي الاول، بس روتين نو نو نو. ومش اي قناه تفتح باسم الاسطوره تبقى هناء الاسطوره. هناء الاسطوره واحده معروفه ومميزه. قناتي اللي عليها صوره الدرع اللي هي 126,000، والقناه اللي هي 60,000. بحبكم كتير، انتظروا احلى اسطوره. وحشتوني وتوحشوني، وكل سنه وكل جمهوري العظيم اللي حب احلى اسطوره طيب وبخير وبسلامه. بحبكم كتير، وانتظروا احلى فيديو من احلى اسطوره. بس عايزه لايك وسبسكرايب ونقول لاحلى اسطوره كل سنه وانتم طيبه. وعايزه اكبر حمله هو جمهور هناء الاسطوره ملكه الروتين. احلى حمله كبروا، ننزل نعمل اكبر حمله على القناه اللي لسه فاتحه على منصه اليوتيوب باسم هناء الاسطوره. اكبر حمله بلاغات، كلنا ننزل يا جماعه. هندوس على 3 نقط نعمل ابلاغ على القناه. لو فعلا بتحبوني 30 بلاغ القناه تتقفل، وهو كده كده هيقفلها لاني فيديوهات متعادي استخدامها. بحبكم كتير ومنتظره تعليقاتكم الجميله. بحبكم كتير واي لاف. ميرسي بوكو.